الفيديو ده لزمايلي شباب جراحة العظام، التسجيل في الماجستير والدكتوراه. لو مش محتاج تعمل حاجة اكاديميك ممكن تسجل على طول في الزمالة. لو هتسجل في ماجستير ودكتوراه ده مشوار طويل، هيحتاج منك الرسالة وهيحتاج الامتحان الجزء الاول والتاني. طب نيجي للرسالة. الرسالة الناس بتاخدها عايز ياخد موضوع سهل يخلصه بسرعة. لا، هي مش دايما كده. انت لو هتاخد موضوع بيبتدي من الاول انك انت تعمل ستادي ديزاين كويس، تذاكر الموضوع ده كويس وتشوف انت انترستد فيه ولا لا، بتشوف الحالات دي ولا لا، وتعمل حسابك من الاول من اول ما تبتدي الرسالة انك انت تعمل ماستر تيبل للعينين كلها، وتتابع مع المشرفين بتوعك دايما اول باول الحالات اللي انت بتعملها وتوريهم التطور بتاعك ماشي ازاي. ونصيحتي ليك اول ما تبتدي رساله الماجستير او الدكتوراه ابتدي اكتب الريفيو من الاول، والريفيو يا جماعه يمثل تلت الرساله فقط. هتلاقوا في كورس موجود على القصر العيني اورثو تشانل ده كامل عن كتابه الرساله، وانا قايل فيه محاضرات وزمايلي اساتذه القصر العيني قايلين فيه محاضرات، وهتلاقوا حاجات مماثله ليه. تابعوا الحاجات دي قبل ما تبتدوا تكتبوا الرساله عشان ما تتلخبطوش من الاول وتعملوا حاجات تضطروا تعيدوها. وقولوا لي في الكومنتس لو انتم محتاجين اكلمكم على اي حاجه معينه في الموضوع ده. انا دكتور شريف خالد، استاذ جراحه العظام، وتابعوني عشان دايما اقول لكم معلومات مفيده لشباب جراحه العظام.